السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقاء النصارى. في نصرانية اسمها رندا شمعون، دخلت وعلقت على البوست بتاعي. أنا كاتب: يظنون أنهم يعبدون الله وهم في الحقيقة يعبدون إنسان من دون الله. قالت لي: نحن نعبد الله وأنت تعبد قاطع الطريق. فدي إساءة. يعني أنت دلوقتي بتشوفينا ماسكين قاطع طريق وبنعبده؟ إزاي الكلام ده؟ قالت لي: أنت خايف من حد الردة؟ خايف من حد الردة؟ ده أنت صدمتيني. يعني أنا خايف مثلا إني أنا من الردة لا اتقتل مثلا؟ طب ما تقولي كلام غير ده. طيب، ولا كان زمان سبت البهايم اللي بتمشي وراهم، ولو اديتك جنسية فرنسية دلوقتي كنت كفرت بالحمير كلها. يعني فكرك ان ابيع اسلامي بالفلوس، لو حد سفرني بره ولا ده ولا ده هبيع اسلامي بالفلوس. سبحان الله. لا والله، اتعرض عليا من كنيستك ومن شمامستك فلوس عشان اتنصر، وبفضل الله رفضت كل العروض بتاعتكم. تعالي بقى، اول حاجة هي بتتكلم عن حد الردة. ايه هو بقى الردة؟ الردة هو ترك الدين. ايه حكم المرتد؟ الردة هو ترك الدين. طيب، من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، أي الدين الإسلامي. يعني إذا ارتد المسلم وكان مستوفيا لشروط الردة عاقلا بالغا مختارا أهدر دمه، ويقتله الإمام حاكم المسلمين أو نائبه كالقاضي، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوا. الحديث في صحيح الإمام البخاري. والمراد هنا بالدين أي الدين الإسلامي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث ده في الصحيحين البخاري ومسلم. ايه الكلام ده؟ يعني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا النفس بالنفس. يعني مسلم قتل مسلم يبقى كده نفس بالنفس، القاتل يقتل. والثيب الزاني، يعني ايه الثيب الزاني؟ يعني المتزوج الذي يزني يرجم، بيموت. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد الذي خرج من الدين الإسلامي. فحد الردة مش بس في الدين الإسلامي، مش إسلاميا بس، لا، ده في المسيحية وفي اليهودية وحتى كمان في أي دين غير سماوي. حد الردة ده حاجة طبيعية جدا. أي حد بيغير دينه بيتقتل.
سواء كان يهودي أو نصراني أو مسلم أو حتى كمان وثني. يعني حتى الوثنيين اللي بيغير دينه بيقتلوه على طول. دي حاجة في أي دين، حتى لو كان دين غير سماوي بيطبق عليه حد الردة. فهنا احنا عايزين نوضح نوضح توضيح بسيط كده. من بدل دينه فاقتلوه، أي المسلم الذي يترك الإسلام ويلحد أو يتنصر أو يبقى يهودي أو ترك الإسلام يقتل. أيوة يقتل، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعارض مع قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لكم دينكم ولي دين؟ هل الكلام ده يتعارض؟ لا. ازاي بقى؟ ما انت دلوقتي هنا بنتكلم عن المسلم اللي عرف طريق الحق. المسلم عرف طريق الحق وارتد يقتل. اما لا اكراه في الدين، ما ينفعش اكره اي يهودي او اي نصراني او اي حد كافر على الدخول الاسلام. ما ينفعش اكرهه، لا اكراه في الدين. ما ينفعش اقول له ادخل الاسلام غصب عنك، لازم تدخل الاسلام عافية. لا، ده ما ينفعش. لازم يدخل الاسلام بكل قناعة وبكل رضا. لازم يدخل الاسلام بكل رضا. ما ينفعش يدخل الاسلام مجبرا على دخوله الاسلام. ما ينفعش ان احنا نجبر حد على الاسلام. برضو كان جبل بن الأيهم. جبل بن الأيهم ده كان أحد ملوك الغساسنة، كان نصراني وأسلم على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحج في زمن عمر، راح يحج، أسلم وراح يحج. فالمهم هو في الحرم. المهم كان أحد غلمان بني فزارة، دي قبيلة، كان أحد غلمانها يعني، كان برضو بيحج في الوقت ده مع جبلة. فقام داس على إزار جبلة. وفي روايات إن هو جبلة الإزار لما اتفك تكشفت عورته، أو لا يعني تكشفت عورته. في روايات بتقول كده، وفي روايات بتقول إن هو يعني ما يعني يدوب لحق نفسه يعني. فقام جبلة غضب، فقام لطم الفزاري، ضربوا على وجهه. وبيقولك في روايات ان هو يعني زي ما تقول يعني كسر له مناخيره كمان. فالمهم الرجل الفزاري ده راح لسيدنا عمر يشتكي مين؟ جبل بن الأيهم. فالمهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه استدعى جبلة ابن الأيهم، قال له هل اللي حصل ده صحيح؟ انت لطمته في الحج؟ قال له نعم صحيح. قال اذن ارضيه واما يقتص منك، يلطمك زي ما انت لطمته. فطبعا تعجب جبلة، قال له ده انا كنت مفكر ان انا كنت في الاسلام هبقى ليا عالي الشأن والمقام وكده، فجأة تيجي تساوي بيني وبين عبد فزاري عايزه يلطمني زي ما انا لطمته. فقام سيدنا عمر قال له هذا عدل الاسلام، ده عدل، انت ضربته يضربك زي ما انت ضربته بس. فطبعا جبلة في الوقت ده قام قال لسيدنا عمر قال له اذن لا يعجبني هذا الدين، انا خلاص هسيب الدين الاسلامي ده.
فقام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال له إذن أضرب عنقك، خلاص هقتلك، أنت كده مرتد. قال له إذن أعود إلى نصرانيتي. قال إذن يضرب عنقك. فالمهم إيه، جابوا له قال له في الوقت ده طب امهلني أفكر، سيبنا أفكر في الأمر ده بقى. فقام جابوا له ابن الأيهم، أخذ نفسه وقام هارب. فالمهم جابوا لابن الأيهم، عمل ايه بقى؟ اجا في اواخر حياته رجع للإسلام تاني، رجع للإسلام. فهنا المرتد يمهل لفعل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني ممكن نديله فرصة ان هو يرجع لعقله تاني ويرجع للدين الإسلامي تاني. لو أبى ورفض في الحالة دي ايه؟ يقتل. ومين اللي يقتله؟ حاكم المسلمين اللي هو رئيس الجمهورية، القاضي، الحكومة، مش الناس العاديين. ركزوا ركزوا، مش احنا اللي نقتل المرتدين. فاللي بيقول لك احنا خايفين من حد الردة، فحد الردة لا يطبق، فلماذا لا نترك اسلامنا؟ هل دلوقتي انا مسلم اهو، لو طلعت بكل حرية وقلت انا الحدت او تنصرت او صرت يهودي، حد هيقدر يتكلم معايا؟ حد هيقدر يحاسبني؟ طبعا لا، ما فيش حد هيقدر يحاسبني. حد الردة لا يطبق، حد الردة معطل لا يطبق، مع انه في الاصل من بدل دينه فاقتلوه، لازم الحد يطبق. فلماذا لا يتركون المسلمون اسلامهم؟ ده غير كده برضو، والله العظيم انا كنت في مناظره مع نصراني بيقول انا عايز اسلم، بس انا خايف لو اسلمت وجيت ارجع للنصرانيه تاني هتقتل. قلت له والله ده انت كده بتشتغلني، انت كده بتصع عليا وبتشتغلني. ليه بقى؟ لان حد الردة ما بيطبقش، حد الردة ما بيطبقش. انت خايف من ايه؟ انتوا يا نصارى اللي بتقولوا احنا كنا مسلمين وتنصرنا. طب انت خايف تعلن ليه وتظهر ليه بوشك وببطاقتك ان انت كنت مسلم؟ خايف من ايه؟ ايه اللي مخوفك؟ خايف من حد الردة؟ حد الردة ما بيطبقش، هتخاف من ايه؟ فاحنا اتعودنا على الكذب والتدليس بتاعكم، لان انت عارفين ان دينكم هش ودينكم باطل، وفي الاخر يعني بتدخلوا علينا باكاذيب. فانا ما ينفعش اكره يهودي او نصراني على الدخول الاسلام، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. اما المسلم اللي بيترك دينه يقتل. وده مش بس في الاسلام وبس، لا انا هثبت لك يا نصراني برضو انها في كتابك برضو، حد الردة في كتابك. تعال بقى في سفر التثنية 13:6، قول الرب لليهود: وإذا أضلك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك المحبوبة أو صديقك الحميم قائلا لنذهب ونعبد آلهة أخرى غريبة عنك وعن آبائك من آلهة الشعوب الأخرى المحيطة بك أو البعيدة عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها، فلا تستجيب له ولا تصع إليه ولا يشفق قلبك عليه ولا تترأف به ولا تتستر عليه، بل حتما تقتله. كن أنت أول قاتليه، ثم يعاقبك بقية الشعب، يعاقبك بقية الشعب، ارجمه بالحجارة حتى يموت. فحد الردة موجود اهو في سفر التثنية.
هتقول اي نصراني يقول لي لا ده في كتاب اليهود، احنا مالناش دعوه بالعهد القديم. لا، انت ليك دعوه بالعهد القديم. من انكر ناموس موسى فعلى شهيدين او 3 شهود يقتل بلا رأفة ولا رحمه. انت لو انكرت الكلام ده كده تبقى انت كافر بالمسيحيه اصلا. ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل. فدي بقيه التعاليم. يعني بما ان حد الردة في كتاب اليهود في سفر التثنية، برضو اذا انتوا يا نصارى مؤمنين برضو بسفر التثنية، ده في كتابكم، مؤمنين بالكلام ده في حد الردة في اليهودية وايضا في المسيحية. فما تجيش تعترض وتقول له هو ليه في حد الردة في الاسلام؟ طب ما انتوا عندكم برضو حد الردة، انتوا عندكم برضو حد الردة. ده بيقولك كن انت اول قاتله. ده انت تطلع كده الحجارة كده وتقتل، ارجم على طول. ما قالكش لا تاخده وتروح للحاكم والحاكم يطبق على حد. لا، ده مفيش الكلام ده. ده بيقولك اقتله انت بنفسك. عايز اكتر من كده؟ فعشان بقى اي نصراني يهرف بما لا يعرف ويقولك حد الردة حد الردة اسلاميا، لان انا سمعتها كتير. بصوا، يعني انا مش عارف والله، سبحان الله. انتوا قاعدين بصوا بتنفخوا في البلالين المخرومه. انتوا بتنفخوا في البلالين المخرومه. انتوا اهو حد الردة عندكم وعندنا، انتوا مستغربين ليه؟ انتوا ليه معترضين ان حد الردة اسلاميا ومش معترض ليه ان هو في كتابك؟ يبقى شيل النص ده بقى من كتابك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الهداية. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. إخوة فضلا ليس أمرا، شاركوا الفيديوهات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم، والسلام على من اتبع الهدى.